استاذ راح اسالك سؤال ممكن انا ما اقدر اساله لاي بصراحه لاي ضيف، انه يحتاج جواب شويه جري وانا اتحمل خل بس. اشرب مي قبل سؤالك. ايه حتى اذا تعرضت لاي دعوه لاي شيء انا مالي دخل، انت تتحمل مسؤوليه. يلا، هي ضلت عليك. ما طلت عليه. بصراحه انتشار ظاهره الالحاد، اوه. يعني هاي الظاهره بصراحه انتشرت. كشخص يعني انا حتى انوه انه اليوم الاستاذ عمر القرغلي هو ليس ضيف كشاعر، انما كشخص له بصمه بالموصل. قدم فد شيء يهمني انه اعرف رايه بهذا الموضوع. رايك بالالحاد؟ طبعا انا من خلال راديو وين اف ام اوجه رساله الى قناه ناشونال جيوغرافيك، خلي تجي تتبنى هذه الفصيله من الحمير، لانه هي محميه وحقيقه راح ياخذون يعني انا اسف من الحمير، اعتذر للحمير، لانه يجوز بيوم القيامه يقاضوني امام الله يقولون احنا مو ملحدين. الالحاد صفه قذره دخيله على مجتمعنا، وانا احسها حقيقه وجاي يتباهون بيها. هذا جس نبض، انا اعتبره بالشارع هو جس نبض. زين انا ما اريد منك تكون انا مو متطرف، انا احب الحب واحب السلام واحب الورده واحب كل شيء، بس مو الحاد. مو الحاد. هسه كل اصحاب الكتب السماويه هم معاي، هذا الموضوع يتفقون عليه السنه والشيعه والمسلمين والمسيحيين واليهود والنصارى والكل. زين اوكي، تعدى على اي شيء بس لا تتعدى على الذات الالهيه. المشكله هذول فاهمين الالحاد بالشكل الخطا. الالحاد يما انه يطول شعره ويسوي مكعكل ويلزم الجريده ويشرب قهوه ويسمع فيروز الصبح وصار ملحد. من تقول له يقول لك انا انكر الذات الالهيه، من تقول تذكر اسم محمد يقول اللهم صل على محمد. شنو الكونتاكت اخوي؟ شنو الجنون؟ انت مجنون وبالتالي راح تطول الجنه، لانه راح الله ياخذك على قد عقلك.